مفيش زي علي معلول في الناحية الشمال في مصر. السلام عليكم. من يومين كده عرفنا ان ان الاهلي يعني وجه الشكر لكذا لعيب او كذا لعيب ساب الاهلي يعني بعد نهاية الموسم. فخلينا نتكلم عليهم كده سريعا ونشوف يعني وجهة نظري في الموضوع ده صح مش صح، او القرار كان مظبوط مش مظبوط سواء مننا او من اللعيبة. يعني الاول كان اكرم توفيق، واكرم توفيق هو اللي اختار انه ما يجددش وهيروح الشمال القطري، فده ما عنديش خلاف عليه يعني، فتمام. ويعني شكرا على اللي قدمه معانا. تاني حد كان ربيعة برضو ما رضيش يجدد معانا، يعني كنا عايزين نجدد معاه وما رضيش، طلبات مالية وبتاع، وفي الاخر راح الامارات، العين الاماراتي تقريبا. فبرضو متشكرين على اللي عملته معانا انت، الناس اللي اختارت يعني. وفي طبعا اتنين بقى مهمين قوي حصل فيهم الموضوع ده، عمرو السولية وعلي معلول. عمرو السولية انا ما عنديش معاه مشكلة قوي في ان هو يعني يمشي، عشان يعني اولا عمل السن، ثانيا هو لعب اخر 6 ماتشات تقريبا، كان معظمهم او 5 منهم ابتدى اساسي على ما افتكر يعني، واتبدل. يعني عمرو السولية برضو حكم السن بتاعه ما بقاش في الحتة دي في نص الملعب، محتاجة يعني مجهود حد سنه اصغر مننا من كده. بس هو راجل كتر خيره يعني بيأدي بالشكل المطلوب يعني، بس يعني ماشي انا موافق، خصوصا ان انا عندي في مكانه ناس كتير قوي سواء موجودين او سواء جايين، فتمام. شكرا عمرو السولية، بصراحة يعني راجل ما بخلش بنقطة عرق ولا مجهود طول الفترة اللي قعد فيها في النادي. بس فانا يعني ده انا تمام موافق عليه. فكل اللي فاتوا دول تمام. نيجي بقى لعم علي معلول. علي معلول سنه برضو كبر، كان عنده اصابة طولت ماشي، بس هو من ساعة ما رجع محدش اداله فرصة خالص، محدش جربه. كانوا بيدوله في الرابطة ومش عارف ايه، وبيلعب مع الشباب صغيرين. فبرضه ده مش تقييم يعني، مش تجربة يعني ان انا اقيس بيها هو راجع كويس ولا لا. هو فت وجاهز، وكان في يناير كان في كلام انه هيمشي، وبعدين قالوا لا معلول مكمل، بس برضه ده كان عشان كنا هنجيب صفقة اجنبي وما تمتش. ما لعبش لحد ما جه نزل شوية في ماتش انا بتكلم على ماتشات ال6 بتوع الحسم اللي في الاخر دول. في ماتش لعب حاجة بسيطة، عمل اسيست بس كان لإمام عاشور انا فاكر، وشايفه عادي كويس مش وحش. والماتش الاخير بقى بتاع فاركو ده نزل، ده كان اخر ماتش ليه، فلعب فترة كبيرة يعني من الماتش، وكمان عمل اسيست جون لوسام. طب هو علي معلول ايه مشكلته؟ طب انا اتفهم ان انت ممشيه عشان عندك بديل جامد، انما انا مش شايف ان في بديل جامد لعلي معلول موجود، او فكر ان انت هتجيبه يعني. وانا شايف ان معلول دلوقتي باللي بيقدمه ده احسن من كل اللي عندك، احسن من كل اللي عندك، بيحيى عطية الله، بكوكا، بالدبيس، بكله. وهتجيب مين؟ هترجع محمد شكري؟ طب يعني مش شايف ان ده الفلتة اللي هيعوض معلول لو بيلعب برجل واحدة او بنص مجهود، معلول تحديدا لا ما يمشيش بصراحة يعني. دي وجهة نظري في الموضوع بالنسبة لعلي معلول. اتفهم ان انت تمشيه لو جبت بديل، ما جبتش بديل شايف تخليه. انت بقى عندك مشكلة في عدد الاجانب، دي حلها، طالما اعتبره خلاص هو اجنبي ومعاك، لان انت ما جبتش بديل كويس في المركز ده، والراجل اديله شويه وهيبقى اعتقد هيبقى كويس. معلول خبره كبيره جدا يعني. فدي ده المأخذ الوحيد على اداره النادي ان هي وجهت الشكر لعلي معلول. بصراحه كنت مستغرب جدا القرار ده، ويعني برضو محدش عارف، ادينا مستنيين يمكن يجد في الامور يجي حد تاني اجنبي مثلا او حد قوي في ناحيه الشمال. بس في مصر اعتقد
مفيش زي علي معلول في الناحيه الشمال في مصر، قولا واحدا. انما لو هتجيب حد من بره اجنبي يعني خلينا نشوف بس. فشكرا لكل الناس وحمزه علاء طبعا اخر واحد مشي، يعني هيحترف تقريبا في فرنسا حاجه كده. فبرضو شكرا حمزه، ما كانش في دور منافسه ان انت ما لعبتش خالص، بس برضو ما جددتش واخترت ان انت تمشي، فتمام. ربنا يوفقك وربنا يوفق كل الناس اللي مشيوا. واخص بالذكر سولية ومعلول، انتوا على دماغنا من فوق، هتفضلوا في القلوب للابد.